ليه مهما تشتغل وتمسك فلوس ما تعرفهاش راحت فين؟ ولو وقفت من الشغل تلاقي نفسك مش معاك فلوس. لو كل شهر المرتب بيخلص قبل ما تحس. النهاردة هعرفك ليه والسر اللي محدش قالهولك. أهلا بيكم في قناة النسخة الأقوى، المكان اللي هتتعلم فيه إزاي تبني نفسك خطوة خطوة وتتعلم أسرار النجاح والفلوس والحياة بطريقة واقعية وعملية. لو حاسس إنك دايماً محتاج دفعة أو محتار في قراراتك، الفيديوهات دي معمولة مخصوص ليك. ما تنساش تعمل لايك لو الكلام عجبك، وشارك رأيك في التعليقات، وطبق اللي هنتكلم عنه، وأهم حاجة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصل كل حاجة جديدة مباشرة. الفلوس مش بتخلص، هي بتتسرب. خليني أبدأ معاك من حتة بسيطة قوي. عمرك حسيت إنك بتقبض وتفرح يومين وبعدها فجأة تحس إن الفلوس اختفت؟ مش راحت، لأ، اختفت بهدوء، من غير خناقة، من غير ما تحس. وأكتر حاجة بتستفز في الموضوع إنك تقعد آخر الشهر تقول أنا اشتريت إيه؟ أنا عملت إيه؟ ولا حاجة كبيرة، ولا حاجة تفرح، بس برضو الفلوس مش موجودة. عارف الإحساس ده؟ الإحساس اللي يخليك تحس إنك مش نافع في التدبير، وإن غيرك بيعرف يعيش وإنت لأ. بس خليني أقولك حاجة بصدق ومن غير تنظير. إنت مش فاشل، إنت بس ما تعلمتش. إحنا اتولدنا نشتغل ونتعب، نصرف ونكمل. محدش قعد معانا وقال لنا الفلوس دي كائن غريب، لو ما مسكتهوش من إيده هيمشي لوحده. أنا فاكر مرة واحد صاحبي كان بيقبض مرتب عادي جداً، أقل من ناس كتير حوالينا، بس عمره ما كان مكسور آخر الشهر. كنا نقعد ونهزر وكنت دايما مستغرب. مرة سألته بهزار بتعمل سحر؟ ضحك وقال لي لا، أنا بس بعرف الفلوس بتطلع منين. الجملة دي علمت معايا، لأن الحقيقة إن الفلوس مش بتطلع مرة واحدة، ما بتهربش، هي بتنسحب حتة حتة. قعدة قهوة هنا، طلب أكل عشان مفيش نفس، اشتراك نسيه، حاجة اتجابت عشان ما تبانش قليل. وانت بتصرف انت مش حاسس انك بتغلط، انت حاسس انك بترتاح، وده اخطر نوع صرف. عارف ليه؟ عشان الفلوس في اللحظة دي بتبقى مش فلوس، بتبقى تعويض. تعويض عن تعب، عن ضغط، عن احساس انك مش مقدر. وارن بافيت، واحد من اغنى الناس في العالم، كان دايما يقول ان المشكلة مش في قلة الدخل، المشكلة في الصرف اللي ما بيتشافش. الراجل ده لحد دلوقتي عايش في نفس البيت من سنين طويلة، مش لأنه بخيل، بس لأنه فاهم إن الفلوس اللي بتروح في الهوا عمرها ما هتعمل أمان. خليني أقول لك حاجة من واقعنا. المصاريف الصغيرة اللي بنسميها ولا حاجة هي أكتر حاجة بتاكل المرتب. ولا حاجة دي لو 50 جنيه في اليوم، أنت بتتكلم في مبلغ محترم آخر الشهر، بس مش بيجي مرة واحدة عشان تحس بوجعه. وبين كل ده التقسيط واقف مبتسم، تحس إن الدنيا سهلة، تاخد الحاجة دلوقتي وتفكر بعدين، بس اللي ما بيتقالش إنك بتربط نفسك بمصاريف جاية قبل ما تيجي. في ناس ناجحة كتير جدا بتقول نفس الكلام، ما تشتريش حاجة هتفرحك شهر وتحبسك سنة. والحقيقة إن في ناس بتقبض قليل بس ماسكة نفسها، وفي ناس بتقبض كتير بس تايهة. الفرق مش في الرقم، الفرق في السيطرة. أنا قابلت واحد قبل كده شاب زينا، شغله بسيط بس كان عامل نظام لنفسه حتى لو بدائي. أول ما الفلوس تدخل ما تفضلش في إيده، كان يقول لو سبتها في إيدي هتغويني. كان بيبعد جزء صغير حتى لو قليل، مش عشان الرقم، عشان الإحساس إن هو اللي ماسك الدركسيون. واللي عايزك تفهمه إن الموضوع ده مش حرمان، مش إنك تقطع نفسك ولا تعيش مكسور. الموضوع إنك تبقى واعي، إنك تسأل نفسك قبل ما تصرف أنا محتاج ولا متضايق؟ هتفرق قوي. إيلون ماسك نفسه مر بفترات كان فيها على الحافة، بس كان دايما بيتكلم عن إن الإدارة أهم من الفلوس نفسها. الفلوس لو مليهاش صاحب بتضيع حتى من الأغنياء. فلو وصلت معايا لحد هنا، خليني أقولك الخلاصة كده من غير خطب ولا شعارات. الفلوس مش بتخلص، هي بتتسرب وإحنا سايبين الحنفية مفتوحة. أول ما تبدأ تشوف، مش تمنع، مش تشد على نفسك، بس تشوف، هتتفاجئ إن الدنيا أهدى، وإن القليل ممكن يكفي، وإنك مش أقل من حد. وده بالظبط اللي بنحاول نعمله هنا في النسخة الأقوى. مش نديك كلام كبير،
نرجع لك السيطرة. بص يا صاحبي، أكتر حاجة الناس مش فاهمانها عن الفلوس إنها مش أرقام بس، هي عقلية وسلوك وعادات. الناس الناجحة أغلبهم مش بيحكوا عن الحظ ولا المرتب الكبير، هم بيحكوا عن إزاي بيتعاملوا مع الفلوس كل يوم. الأغنياء الحقيقيين مش اللي بيقبضوا كتير، لكن اللي بيعرفوا يحافظوا على فلوسهم من أول يوم. ستيف جوبز، الراجل ده كان معروف إنه يقلل اختياراته الشخصية عشان ما يضيعش طاقته. كل قرار صغير بيتخذه بوعي، حتى في اللبس، كان بيقلل القرارات اليومية عشان يركز على اللي هيرجع له فلوس أو نجاح. فكر فيها، فلوسك ووقتك متقابلين، لو ضيعته على حاجة صغيرة هتلاقي نفسك آخر الشهر حاسس إنك مكسور. أنا عايز أديك كمان قصة قريب جدا مننا في مصر. شاب عادي شغال شغلانة بسيطة مرتب محدود، كان دايما آخر الشهر حاسس إنه مش لاقي فلوسه. لما قعد وكتب كل جنيه بيخرج، اكتشف إنه بيصرف آلاف الجنيهات في حاجات صغيرة، قهوة هنا، أكل بره، اشتراكات نسيها، مجاملات للناس اللي ما يهموش. أول شهر قرر يتعامل مع فلوسه بوعي، حط نظام، جزء مصاريف، جزء توفير، جزء يطور نفسه. بعد سنة بدأ يلمس فرق كبير، عملوا مشروع صغير وبدأ الفلوس تزيده، مش عشان مرتب كبير، لكن عشان الوعي والسيطرة. وبعدين في إيلون ماسك، الراجل ده مر بفترات إفلاس تقريبا، مش لأنه سيء في الفلوس، لأ، لأنه كان بيضخ في مشاريع كبيرة، لكن كان فاهم حاجة مهمة جدا: الفلوس لازم تتحكم فيها، مش تتحكم فيك. الراجل ده كان دايما بيقسم الفلوس في أول الطريق، مش لما يتبقى، وده اللي خلاه ينجح. الوصايا اللي لازم تعرفها من كل دول بصراحة مش حاجة كبيرة. 1. حط لنفسك نظام واضح للفلوس حتى لو قليل، خلي جزء ثابت للتوفير، جزء للمصاريف، جزء للتطوير. 2. اعرف كل جنيه بيخرج فين، عشان الفلوس مش بتروح فجأة، هي بتتسرب وانت مش واخد بالك. 3. اشتري بالحكمة مش بالمزاج، لو حاسس انك تعبان او محتاج تعويض خد نفس، الفلوس مش للتعويض. 4. سيطر على المصاريف الصغيرة، القهوة اليومية، الأكل بره، الاشتراكات اللي نسيها. 5. ما تقارنش نفسك بالناس، النجاح مش رقم في البنك، النجاح هو إنك تبني وعيك المالي. 6. خلي لنفسك أولويات واضحة، الراحة، الاستثمار، التعلم، مش بس الشراء اللي يريحك ساعة. 7. استثمر في نفسك، العلم، المهارات، الصحة العقلية، كل ده بيجيب فلوس بشكل غير مباشر. أنا ممكن أحكي لك كمان عن ناس مصريين نجحوا بنفس الطريق. في واحد بدأ شغله من بيت صغير، أول ما قبض المرتب كان بيقسمه على 3: مصاريف، توفير، تطوير نفسه. مش كسر نفسه، بالعكس كان حاسس براحة نفسية كبيرة. بعد 2 فتح مشروع صغير، دلوقتي مش بس معاه فلوس، كمان عنده مشروع يدر دخل ثابت. الفارق ماشي بالوعي مش بس بالمرتب. والأهم يا صاحبي، خليك فاكر حاجة: الفلوس مش حاجة وحشة، لو اتعلمت تتعامل معاها صح هتتحكم فيها بدل ما تتحكم فيك. ولو حسيت إن ده كلام تقيل، فكر فيها كأنها نصيحة من صاحبك، حاجة تحسسك بالمسؤولية من غير ما تحس بالضغط. لو الفيديو ده عجبك وحسيت إنه هيفرق معاك في حياتك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لي رأيك في التعليقات. احكي لنا تجربتك وإزاي هتطبق اللي اتكلمنا عنه. خليك فاكر، النسخة الأقوى جوه كل واحد فينا، والوقت دلوقتي عشان نطلعه. أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع كل فيديو هنتعلم أكتر ونبني نسخة أقوى من نفسنا.